في القرآن. شوف الآية بتقول إيه؟ نعلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اللي بيقولوا بيضايقنا طبعا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العلاج في الآية، وعلاج ضيق الصدر، علاج ضيق الرزق، علاج ضيق الحال، علاج ضيق السكن، ضيق المكان. نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونكثر من التسبيح والصلاة السجود. واحد يستوي ويدعي ربنا، ونسأل الله عز وجل يرفع عنا اللهم امين كل قبض، وان يبسط لنا برحمته يا رب في صدورنا اولا، في قلوبنا، في ارزاقنا، في اولادنا، اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني من اخر فيديو. هنا بقى كنت عايزة يعني نعمل كيكة كده ونزوقها، عشان خاطر ايه، كنا يعني عملت كذا حاجة كده وخرجنا. يعني كان يوم مميز كده، عشان طبعا احنا في دلوقتي في الاجازة، وعايزين يعني تغيير ليكي والاطفالك برضو، بعيد بقى عن جو الروتينات والتنظيف والحاجات دي. هنا بقى حطيت كوبايتين ونص من هما كوباية العصير الطويلة، حطيت كوبايتين ونص من الدقيق، وثلاث بيضات طبعا يعني من بدرجة حرارة المطبخ مش في التلاجة، وبيكنج باودر، وشوية من الخل طبعا عشان زفرت البيض، وشوية من الفانيليا، وحطيت ربع كوباية من الزيت بس. وحطيتهم بقى كده في العجان لمدة يعني 5 دقايق ل10 دقايق. هنا كنت يعني عملتها بس يعني ايه، عايزة تتضرب شوية كمان لان كانت خفيفة، يعني عايزاها بالقوام ده كده، كانت كويسة يعني. تاخد من 5 دقايق ل10 دقايق. طبعا الصينية زيت، وبقى حطيتها في الصينية، واخبطيها خبطتين 3 حلوين كده، ودخليها الفرن. هنا بقى كنت عايزة اعمل الكريمة، مثلا كوباية ونص من الكريمة، حطيت عليهم كوباية من المية. طبعا هنا حطينا سيرم اللي هو فراولة، يعني عايزة يعني تديها طبعا طعم حلو ولون مختلف شوية. حابة تسيبيها زي ما هي سيبيها كده، برضو قوامها بقى حلو وبقت تمام. والكيكة استوت يعني ما خدتش وقت. هنا كنت قسمتها عشان طبعا يعني نعملها بالكريمة، بعدين نحط بقى الطبقة التانية. يعني خلاص كنا حطينا بقى الطبقتين، وهنزوقها بقى زوقها زي ما انت عايزه بقى، بالفاكهه باي حاجه انت حباها. طبعا كلنا بنعرف نعمل، بس هو تشجيع. يعني انا بتفرج مثلا على فيديو حد مثلا بيعمل كيكه بالشوكولاته، بتشجع وبقوم اعملها. فهو يعني برضو زي الروتين تشجيعي برضو كده. احنا في الاجازه غيري عن ولادك واعملي الحاجات دي في البيت، وهم طبعا بيسهروا كده وبيحبوا الحاجات دي. هنا حطينا طبعا سيرم فراوله برضو كده عليها، ده شكل. طبعا هي كانت سايحه شويه، حطيناها في التلاجة تمسك نفسها كده وتبقى، عشان اصلا الجو حر يعني محتاجه تتحط في التلاجة. هنا بقى كنت عايزه اعمل دوناتس. هنا المكونات، هنا 2 بيضة، كوبايتين من الزبادي، الفانيليا، البيكنج باودر، ذرة ملح صغيرة، معلقتين من الخميرة صغيرة، ربع كوباية من الزيت، وربعها يعني هو ربع بس، هتكمليها زيت وسمنة بس ربع كوباية. اللي قدامكم دي انا مستخدمتهاش كلها. ومعلقتين كبار من لبن البودرة، ومعلقتين سكر. طبعا هقلب كل المواد الجافة دي مع بعضها، وبعد كده بقى نضيف بقى كل المواد التانية، وعجنيها لحد ما هتشوفوها دلوقتي هتبقى عاملة ازاي. طريقتها سهلة مش صعبة وبتاخدش وقت، ويعني عايزة اقول لكم ان الدقيق برضو كميته مش كبيرة. يعني انا ما عيرتش بقى بكوباية او كده، انا يعني الطبق اللي هو يعني وسط، شلت منه طبقين طبعا ننخليهم عشان خاطر يبقى يعني حلو كده، ما فيش اي كلاكيع في قلب الدقيق بس، وعمل كمية حلوة معايا يعني. طبعا هنا حطيت كوباية المية الدافية دي. حطي المية بالتدريج، يعني انا حطيت كوباية دي وحسيت انها محتاجة تاني، حطيت واحدة كمان. فانتي على حسب الدقيق اللي معاكي، فما تحطيش المية كلها مرة واحدة. هنا كنت يعني قلبت كل حاجة، بس لسه ما حطيتش ولا السمنة ولا الزيت، وبرده متحطيش السمنة والزيت كلهم. يعني انا هنا كنت حاطة زي ما انتوا شايفين في الكوباية كده، معلقتين من السمنة وربع كوباية من الزيت. يعني حطينا شوية، انتي بقى برضو على حسب من العجينة محتاجة معاكي تاني ولا لا. بس انتي كل ما بتعجني فيها وتلمي الدقيق، هي يعني مش مثلا انت شايفاها كده فتحطي، لا، كل ما بتعجني فيها يعني بتبقى حلوة.
تفضلي مثلا تعجني فيها 5 دقايق او اكتر لحد ما تبقى ملمسها يعني ما تمسكش في العجينه، ما تمسكش في ايد النضيفه. وهنا كنت يعني بعمل الحاجات دي في شقه حماتي. الايام دي قاعده مع حماتي تحت في شقتها يعني، فكنت بعمل بقى عملت الحاجات دي تحت وكده، وخلصنا وخرجنا. هنا بقى يعني بصوا ما مسكتش في ايدي خالص، وصل ملمسها بقت حلوه وكده. طبعا بتاخد وقت شويه يعني 5 دقايق او زياده لحد ما تبقى كده. هنا سبتها خمرت بقى يعني، ما خدتش وقت برضه، طبعا الجو حر، نص ساعه وبصي عليها وكده. هنا بقى هنبططها كويس كده، احط رشه من الزيت بسيطه. عايزه اقول لكم كانت حلوه جدا وما فيهاش بقى زيت ولا اي حاجه، لان احنا ما حطيناش زيت كتير اصلا. وبرده هي ما خدتش وقت في سوا، طبعا حمرناها يعني ما خدتش، بتاخدش حاجه يعني، انت واقفه جنبها يا دوب مركزه معاها، هي مش بتعملي حاجه جنبها يعني، سهله وبسيطه عليكي. ومش هتبقى مثلا لو انت وراكي كذا حاجه مش هتاخد منك وقت، حاجه كده لعيالك عشان خاطر ايه تفرحيهم بيهم، هما بيبقوا سهرانين وعايزين حاجه يتسلوا فيها بدل ما يروحوا يشتروا. هنا طبعا لو مش عندك القطاعه بتاعه الدونيتس بكوبايه، وعملنا بغطا كده الحته اللي في النص. يعني لو انتي مش عندك القطاعة عادي تصرفي، يعني احنا ستات بيوت شاطرين بنعرف نتصرف كلنا طبعا. طبعا بتفرديها يعني بسمك حلو كده، لان هي لسه هتسيبيها ترتاح تاني وهتترفع تاني. طبعا انتي بتخلصي كده وبتشيلي بقى بتشيلي اللي انتي عملتيها، كل العجينه دي بتلميها تاني وتفرديها وتبداي تعملي نفس الموضوع. انتي بقى بتحطيها بتسيبيها بترتاح برضو يعني، ما خدتش حاجه 10 دقايق مثلا، ان الجو طبعا حر، مش زي الاول انها تاخد وقت ولا حاجه. وممكن تبداي تسوي اصلا والتانية يكون يعني اترفعت، ان انتي لو انتي عامله كميه كبيره شويه عم تسوي دي تكون دي اتعملت خمرت شويه. هنا بقى خلصنا الدوناتس. طبعا مطولتش عليكم، جبتلكوا بس اول حاجه، وهي عملنا بقى كملنا من غير تصوير يعني، انا وريتكم بس بنعمل ازاي. وهنا بقى يعني جبنا حته عجينه صغيره كده عملناها مولتو. يعني احنا برضو طريقته سهله وكده، هي نفس العجينه وكل حاجه، يعني دخلتها في صينيه في الفرن، ما خدتش وقت خالص، وكان يعني حاجه سريعه كده. قطعيها بقى، في ناس تحب تعملها صغيره، في ناس تحب تعملها كبيره. احنا عملنا من ده ومن ده، بس فعلا الصغيره هي اللي احسن، بتبقى شكلها احسن يعني عن الكبيره وكده. فانت قطعيها زي ما انت عايزه. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا انا بعمل الروتينات وكده، بس حبيت ان انا ابعد شويه عن الروتينات، يبقى روتين كده تشجيعي انك تعملي حاجه حلوه لولادك. مش هقولك ان انا بعلمك يعني، طبعا كلنا بنعرف نعمل، بس نتشجع من بعض. وممكن مثلا انا اكون بعمل حاجه بطريقه انت تعمليها بطريقه كده يعني، بنتعلم عادي من بعض. هنا الصغيره طبعا بتحطي الصغيره دي، كانت احسن من الكبيره اللي هي في الاول الناحيه دي. هنا حطينا شوكولاته سايحه، كنا احنا مسيحينها عشان خاطر الدونيتس، بس ما بتبقاش حلوه، بتعرفيش تلفيها، بتبقى صعبه. وكمان يعني لما بتيجي تستوي بتسيح وتخرج كده وتحسيها متحروقه، هي مش متحروقه بس تبقى شكلها مش حلو، لان هي بتبقى سايحه بره وتحسيها اتحرقت. هي الصغيره دي بتبقى شكلها حلو، بس طبعا في الاخر حطينا بقى كده الشوكولاته اللي هي مش سايحه، هي بتدخل الفرن وبتسيح وبتبقى جميله. بس لو حابه تعمليها خليكي في الصغيره، يعني انا حسيت ان الصغيره فعلا شكلها جميل وبتبقى حلوه كده لما تيجي تقدميها. وكمان الجو حر، الواحد كلنا بنسهر يعني، فبنبقى حاجة نتسلى فيها. ممكن تعمليها مثلا لأولادك يفطروا بيها، في الحر ده بيبقى عايزين مثلا مش فطار بقى، بطاطس ومثلا فول وطعمية والكلام ده، هم عايزين حاجة خفيفة كده جنبها شاي بلبن مثلا، حاجات خفيفة يعني. الصيف اصلا واحد ما بياكلش كويس زي الشتا. هنا خرجنا بقى، رحنا القناطر الخيرية، كان جميلة قوي وكان يوم حلو فعلا. هتشوف في اخر الفيديو مصورة حاجات بسيطة كده، بس والله المنظر على الطبيعة احسن وراحة نفسية وقاعدة كده قدام البحر، وكان بجد كانت قاعدة حلوة. وطبعا هو المكان كان فيه شاليهات وكده، بس احنا لما رحنا يعني كان العصر او بعد العصر كمان، كان اليوم ده كان يعني كان حلو، ما كانش يعني لما رحنا هناك كان طراوة، بعد العصر كده كان طراوة وحلو. رحنا بقى، كان خلاص الشاليهات دي كلها مليانة، بس في اماكن برضو بتقعدي فيها وكده. انا بقى حطيت الدوناتس بتحمريه، ما بياخدش وقت خالص، هو يدوب بس بياخد لون حلو كده وتقلبيه، يعني ما ينفعش تعملي حاجه جنبه، انت يا دوب تبقي مركزه كده معاه بس، عشان طبعا ما يغمقش منك ويبقى شكله مش حلو. هنا بقى كنا جبنا فرماسيل وكنا مسيحين الشوكولاته، وهتشوفوا دلوقتي هنعملها ونزينها وتبقى جميله.
كان طعمها حلو جدا. حتى يعني عايزه اقول لكم انا اكلتها كده من غير تزيين او اي حاجه، كان طعمها حلو برضه. بس انت بتزينيها عشان يبقى شكلها حلو وولادك كده ايه يبقوا عايزين ياكلوها. يعني الاطفال بيحبوا حبه الحاجات اللي على الاخيره دي، الشوكولاته، الفرماسيل. زيناها برضو عملنا قرفة وسكر وجوز الهند ومربى وجوز الهند. اعملي كذا حاجة يعني اللي الأطفال بيحبوها، بس الأطفال بيحبوا دي أكتر يعني. بصوا بقى يعني من جوه ما فيهاش بقى أي زيت بقى ولا أي حاجة، وهشة وجميلة، وكان طعمها حلو قوي. هنا خلاص خلصناها. دي طبعا مش الكمية كلها يعني، يعني هي عامل كمية أكتر من كده، عشان لو حابة تعملي نفس المكونات اللي انا عاملاها هتطلع معاكي كمية حلوة يعني، مش هي دي بس. هنا المولتون انا قلتلكوا اهي سايحة من الجنب، فتحطي بقى اللي هي الماسكة نفسها شوية، مش تسيحيها، فهتطلع معاكي حلوة يعني، وتبقى سايحة من جوه وجميلة ومفيهاش اي حاجة، وطعمها فعلا كان مختلف. احنا ما كترناش في المولتو لان الاطفال اللي عندنا في البيت قالوا احنا عايزين الدونيتس. لما دقوا المولتو بقى كانوا عايزين كله مولتو. فان شاء الله هنبقى نكررها تاني، وهي كانت سهلة وبسيطة وما خدتش وقت ولا اي حاجة. هنا بقى الباقي اللي احنا عملناه بالقرفة وجوز الهند وسكر، وهنا بقى والمربى وجوز الهند وكده. هنا بقى كنا خرجنا، عايزه اقول لكم مكان حلو قوي. وهنا بقى كنا قاعدين، بتبقى يعني الساحه كده وفيها ترابيزات وكراسي عشان احنا ملحقناش طبعا الشاليهات. فقعدنا وبتتحركي في المكان، يعني المكان حلو وتتمشي وهدوء، وبصراحه كان جميل. هنا بقى الشاليهات يعني كل شاليه خاص بيكي، يعني الشجر ده مقفول عليكي كده وتبقي قاعده تقضي اليوم كله فيه. بس يعني طبعا روحنا كان خلاص يعني محتاجه تروحي بدري، او هتروحي في العيد تبقي حاجزه قبلها. طبعا هي في القناطر الخيرية في الاول جناين كده ومش عارف ايه، يعني حلوة بس عادية. ده جوه خالص يعني جوه شوية تبع القوات المسلحة. حلو. التذكرة كان ب50 جنيه، زيها مثلا زي الازهر يعني، مش يعني زي جناين كتير يعني، مش غالية ولا حاجة. لو انتي معاكي الكارنيه تبع القوات المسلحة بيتعملك خصم 10 جنيه. بس المكان حلو وجميل وهدوء، وده مكان صغير كده الأطفال الصغيرة يلعبوا فيه. يبقى كده تغيير لأطفالك، وبرضو يعني هما بيبقوا مستنيين الأجازة عشان يخرجوا وكده، وتغيير لينا بجد يعني. احنا كمان حياتنا كلها بقت في المطبخ والتنظيف والحاجات دي، فبيبقى تغيير لينا برضو. وكده كده الفيديو خلاص يكون خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير في فيديو جديد.